صباح الخير. او مش صباح الخير، انا لسه صاحي بس كنت واخد القيلولة اللي هي بعد التمرين في المستشفى. تقريبا بقالي كنت نص ساعة نايم. لسه قايم من 5 6 دقايق كده. المهم يعني النهاردة هصور لكم تمرينة صدر وترايسب، وهشرح لكم اكتر عن نظام تمريني انا الشخصي وحاجات او تريكات انا بعملها في التمرين بتاعي ساعدتني ان انا اتحسن وان انا اعمل بروجريسيف اوفرلود. وهيبقى فويس اوفر. لسه مش عارف اصور ازاي، لسه مش عارف لو في حد هيبقى بيصورني ولا التليفون هيبقى على الارض، فمعلش لو الكواليتي مش قد كده. انا زي ما قلت لكم في اول كام فيديو، عاده بحب اركز جامد في التمرين، لكن هصور لكم احاول كل اسبوع تمرينه مختلفه. النهارده صدر وتراي. طب يا جماعه، احنا اكلنا الوجبه اللي هي اللي قبل التمرين، استنينا شويه وصلينا العصر. دلوقتي هناخد البري ورك اوت قبل ما ننزل، وهننزل نروح التمرين. سكوب ارجينين. ده ارجينين بس، ولكن انا بستعمل المنتج ده لسبب. المنتج ده في زي انت قريت هنا هتلاقي مكتوب الارجينين الفا كيتو جلوتاريت. البولكينج ايجنت اللي هو اللي مخلوط بالارجينين بيساعد على امتصاص الارجينين احسن في الدم، فعشان كده انا بستعمل المنتج ده. السي 4 فيه كمان ارجينين، بس الجرعة اللي فيه قليلة وما فيهوش البالكينج ايجنت اللي هو اللي هنا. فانت لو جيت قريت هتلاقي انه في ارجينين AKG بس ما فيهوش البالكينج ايجنت اللي انا وريته لك ورا. فدي نقطة عشانك. هناخد سكوب سي 4 عشان الكافيين. واحد كان نايم وكان في يوم طويل وصحي من بدري، فمحتاجين 160 جرام كافيين اللي بتيجي من هنا. بتمرن تمرينة جامدة. بحب يوم البوش مش اكتر من يوم الرجلين بصراحة، بحب يوم الرجلين اكتر، بس بحب يوم البوش برضو. ما بحبش قوي يوم الظهر، علشان الظهر كانت عضلة عنيدة جدا معايا، بس ده مش معناه انك انت ما تقدرش انك تتحسن فيها. وهعمل لكم موضوع كامل، ممكن فيديوهين 3 عن الموضوع ده قدام، لانه ظهري فعلا خد مني وقت طويل. وبس يلا بقى نروح نفتك الدنابل، نكسر الصالة، فاهم؟ لازم تبقى دي تفكيرك وانت داخل. طبعا انت بتحضر، انت في اوف سيزون، ده تبقى فكرك. بس ده مش معناه انك انت تبقى غبي وتجيب لنفسك اصابة. احنا لسه مخلصين تمرين دلوقتي، وانا ركبت العربية وخلاص وهروح. انا بس كنت عاوز في حاجة غريبة حصلت. انا بقالي فترة طويلة ما باخدش سي 4 وما بحبوش عامة يعني، بس التوتال وور اللي عندي خلص وما لقيتش قدامي غير السي 4، فاضطريت ان انا اجيبه. عامة يعني انا انا دايما مقتنع ان السي 4 ما بيشتغلش وبتاع وكده واتس اوفر ريتد ومش عارف ايه. فحتى لما جيت داخل اول مجموعة فلات بنش بريس عمالة تتاوب وانا واخد السكوب، فولا كاني واخد اي حاجه. بس ما تفهمش ايه اللي حصل بعد اول مجموعه يعني. لا الدنيا كانت تمام، البامب كان حلو، الارجينين عمل شغل. يعني البامب زي ما انتم شفتوا، انا صورت حته كده من المستوى ومن البامب بتاعت الشيست. فلا الارجينين عمل شغل. يعني كان اختيار موفق الميكس اللي انا عملته ده، الحمد لله. وفي حاجة بس، انا بصيت على جزء من الفوتج بتاع التصوير، طبعا ما كانش في حد بيصورني، انا كنت حاطط التليفون على الارض. ف يعني التصوير بسم الله ما شاء الله طالع ولا كأني مثلا بصور لا مؤاخذة من تحت. يعني انتوا فاهمين انا قصدي ايه.
لا بس بجد والله التصوير فعلا يعني زبالة الحمد لله. واتمنى ان انتوا يعني تسامحوني على الموضوع ده. بس اول مرة وكده، وانا يهمني اكتر انك انت او انتي تستفيدي من الحركات اللي انا عملتها والتكنيك، وهشرح ليه انا استعملت التكنيك ده، وايه الغرض من التكنيك اللي انا استعملته، مثلا او تيمبو معين، او او حركه معينه، او توب سيتس، او باك اوف سيتس. كل الكلام ده هيجي في المقطع اللي جاي. انت لو بنت ممكن تتمرني كده، مفيش اي مشاكل، ومش هتكبري، ومش هيطلع لك ترابيس ولا كتاف هتبظ بره ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص. دلوقتي احنا هنبتدي التمرينة بتاعتنا بان احنا نسخن، وكالعادة زي ما قلت لكم في اول فيديو انا صورته، لازم تهتم بتسخين عضلة القلب وتهيئها لضخ الدم كويس قوي للعضلة اللي انت ناوي انك انت تمرنها. انا بحب اسخن على الستير ماستر، ده مش معناه انك انت لازم تسخن على الستير ماستر، المهم انك انت توصل النبض بتاعك ل120 الى 140 لمدة دقيقة او دقيقتين. فالموضوع ده بياخد مني من 5 ل7 دقايق على الستير ماستر. بوصل للنبض بتاع 140 ل100، من 120 ل140، وبمسك النبض ده لمدة دقيقة ودقيقتين وبنزل. وطبعا لازم تسخن بالأساتك، المفصل اللي انت هتحمل عليه او اللي انت ناوي تمرنه. هنا انا بمرن الروتيتور كافس بتاعت الكتف، اللي هما بالاكسترنال روتيشن. ده هيفادي انك انت تعمل اي اصابات، وانك انت يجيلك الام في المفاصل بتاعتك. فانت لازم تتأكد ان المفصل اللي انت هتحمل عليه سخن بما فيه الكفاية. ودي شوية طرق انك انت تسخن. انا ممكن اعمل فيديو تاني منفصل عن طريقة التسخين والاوجاع اللي بتيجي في المفاصل وازاي تتعامل معاها. وطبعا علشان ده يوم بوش برضو فلازم نسخن الكواع، فده اللي انتوا شايفينه دلوقتي طريقة انك انت تسخن الكوع بتاعك. بعد ما سخنا كويس، دلوقتي هندخل على اول تمرينة معانا، وهي فلات بنش بريس بالدمبل. ما بحبش العب بالبار علشان انا عندي history of subluxation في المفصل بتاع الكتف. السبلوكسيشن ده حاجة بتيجي قبل الخلع، او يعني مستوى اقل من الخلع سيكا. فبالتالي انت لما باجي عندي مس الاينمنت في الكتاف، او الكتاف بتاعتي مش مستوية، فلما باجي انزل بالبار، البار لانه مستقيم 100%، فبالتالي ما بتقدرش تنزل. بلعب توب ست، 2 توب ست بالدنابل. التوب ست هي اتقل وزن انت تقدر تشيله ل8 ل 12 عدة. هنا انا عملت 10 عدات، والوزن ده كان جديد 54 كيلو، فانا كنت مبسوط جدا الصراحة. ودي زاوية تانية كانت المجموعة التانية بتاعت التوب ست. الراجل او الشخص اللي واقف ورايا كسبوتر حرفيا ما كانش بيساعدني ولا كان بيزق خالص اي حاجة، هو بس واقف علشان للأسف انا الجيم اللي بتمرن فيه ممنوع اهبد الدمبل على الارض، يا اما ممكن اخسر الممبرشيب بتاعتي. انا عارف انها حاجة سخيفة، بس يعني ما هنعمل ايه. بعد كده بقوم لاعب حاجة اسمها باك اوف ست. الباك اوف ست دي بتكون بدمبل اخف. هنا معايا الدنابل ال 42، وهلعب بيهم مجموعتين برضو، بس هلعب 15 عدة مش 10. الهدف من الباك اوف ست هي ان انا برضو افرتك العضلة واوصل تو فيلير. فهتشوفوا اخر عدة او عدتين هي فعلا صعبة جدا، بس هتلاقوا ان التيمبو بتاعي ابطأ سنة صغيرة، وهتلاقوني بركز اكتر فوق ان انا اعصر صدري اكبر قدر ممكن. فده هيخليني برضه اوصل للفشل العضلي. بس انا بعد مجموعتين من وزن تقيل جدا ما كنتش هقدر اعمل كده مجموعة تالتة، فعشان كده عملنا الباك اوف ست. ولاحظوا طريقة تنزيل الدمبل عشان تتفادى اصابات في كتفك. دلوقتي احنا عندنا مجموعتين تقال جدا، ماشين انكلاين بريس من 8 ل 10 عدات.
المجموعة اللي انا صورتها هي المجموعة التانية. الفرق بين المجموعة الاولى والمجموعة التانية ان المجموعة التانية تعتبر دروب ست. فالمجموعة الاولى عملت 8 عدات، المجموعة التانية ما قدرتش اكمل ال8 فقمت عامل 6 وبعدين عملت 4 partial reps. ممكن اشرح البارشال ريبس في فيديو تاني. وبعدين قمت قايم شلت طارة من اليمين ومن الشمال، عملت حوالي نفس العدات 6 ل8 وكملت بارشال ريبس. قمت وشلت طارة كمان وبقى في طارة بس واحدة على اليمين وعلى الشمال وكملت لحد الفيلير. طبعا الهدف من التمرين الاولاني والتمرين التاني هو الزوايا بتاعت التمرين. هما الاتنين بريسس، الاتنين هدفهم انك تقطع الالياف وانك انت تضخ دم جوه العضلة، ولكن الفرق بينهم الزاوية. 1 و2 الفلات بنش بريس او الدنابل لانه وزن حر فبالتالي بيسيطر او بيركز اكتر ان هو يهلك الجهاز العصبي المركزي بتاعك. وانا بحب دايما انه في كل تمرينة بعملها كل يوم يكون في على الاقل تمرين واحد بيشتغل على الكوردينيشن وعلى الجهاز العصبي المركزي بتاعي، علشان مش بس انك انت تبقى بتبني حجم، لا كمان يبقى عندك قوة ويبقى عندك سيطرة على أوزان تقيلة. فدي حاجة كويسة. طبعا بتبقى في أول التمرين مش في آخره، علشان دي فعلا حاجات بتستهلك طاقة كبيرة وصعب إنك أنت بعد كده تعملها في نهاية التمرين بفورم كويسة، بتبقى معرض أكتر للإصابات. طبعا لازم اذكر ان دي تمرينتي انا الشخصية، فبالتالي مش شرط انت تعمل كل حاجة انت هتشوفها هنا. يعني مش لازم تعمل 2 توب سيتس لكل تمرينة زي ما انا عملت، ممكن تعمل واحدة بس. مش لازم تعمل دروب سيتس، او لو هتعمل دروب سيتس مش لازم تنزل نزلتين زي ما انا نزلت، ممكن تنزل نزلة واحدة بس على حسب مستواك. طبعا انت بتعمل اللي مناسب ليك. التمرينة اللي بعد كده هتبقى انكلاين كيبل كروس اوفرز واحنا واقفين، بس بتمبو وبتكنيك واحد صديق ليا واخويا الكبير علمهولي. مش هذكر اسمه لان انا عارف ان هو بيتفرج على الفيديوهات وانا ما اعرفش اذا هو عايز نذكر اسمه ولا لا، ولكن التكنيك ده جميل جدا وفعلا بيضخ دم بطريقة فظيعة جدا للعضلة. المجموعة الواحدة ممكن تقعد فيها دقيقتين حرفيا. انت هتختار وزن متوسط، يعني مش تقيل قوي بس برضو مش خفيف، مش عايزين نتدلع. هنعمل 5 عدات وبعدين هنبوز واحنا قافلين الكيبل او عاملين تنشن على العضلة وعصرينها، وهنعد 10 ثواني او هنعد يعني لحد 10 في سرنا، وبعدين هنقوم عاملين 5 عدات تاني وهنكرر الموضوع ده من 3 ل5 مرات. انت ممكن تبتدي الموضوع ده 3 مرات، يعني تعمل 15 عدة ان توتال ب10 ثواني راحة بين كل عدات، ولكن الراحة دي انت بتبقى ماسك فيها العضلة وعامل لها كونتراكشن. وبعد كده تبروجرس كل اسبوع بانك انت تزود 5 عدات زيادة. انا هنا عملت 20 عدة بس. الاسبوع اللي جاي ممكن ازود في مجموعة واحدة 5. الاسبوع الثالث ممكن ازود في مجموعتين 5 عدات. الاسبوع الرابع ممكن ازود ال3 مجاميع اللي انا عملتهم اعمل 5 عدات زيادة اوصل لل25، وفي الاسبوع الخامس ممكن اقوم مزود الوزن. التمرين اللي بعد كده هيبقى 3 مجاميع فلايز بالدمبل. الوزن هنا مش تقيل قوي بس برضو مش عايزين نتدلع. هتلاقوني هنا لما بنزل زي ما تقول ان انا بنطر الوزن او بسيبه خالص حرفيا، بخلي الجاذبية تسحب الوزن بدراعي وتمط العضلة على قد ما تقدر. الهدف من التمرين ده ان انا اعمل استرتش جامد جدا للعضلة وامزقها بالاسترتش على قد ما اقدر. انا هدفي مش ان انا اضخ دم، يعني دي اخر التمرينة. دلوقتي هنخش على تمرينات الخاصة بالتراي. انا هبتدي بدبس وهتلاقوني بلعب الدبس بطريقة معينة علشان اعمل استرتش للصدر وفي نفس الوقت اعمل كونتراكشن او عصر للترايسب. ففي النزلة هتلاقوني ان انا بميل بجسمي لقدام علشان اعمل استرتش لعضلة الصدر، ولكن لما باجي ازق برفع صدري لفوق علشان
اخلي الحمل كله على الترايسب واعصرها على قد ما اقدر. وهنا برضو زي ما انتم شايفين السبوتر بس حرفيا كان بيساعدني اقعد على الكرسي، لان الوزن كان تقيل قوي، ما كنتش قادر ان انا ازق واقعد. وبعمل وزن تقيل 3 مجاميع 8 عدات، وبعمل مجموعة باك اوف ست، يعني توتال 4 مجاميع. التمرين الاخير بتاع الترايسب هيكون تمرين زي التكنيك بتاع الانكلاين كيبل كروس اوفرز اللي عملناهم، بس هيكون بالكيبل، هيكون سكال كراشرز بالكيبل. طيب ليه يا بودة مش بالبار؟ علشان التكنيك اللي احنا بنلعب بيه اللي هو 5 عدات وبعديها 10 ثواني انت ماسك الاسترتش، انا عايز العضلة تبقى معمول لها استرتش في 10 ثواني دول بين كل 5 عدات والتانية. لو انا عملت الموضوع ده بالبار هيبقى صعب ان انا اخلي التنشن على العضلة بطريقة مظبوطة، علشان كده انا عملت الموضوع ده بالكيبل. وطبعا برضو للتذكرة الوزن مش تقيل قوي في التمرين ده، بس برضو مش عايزين نتدلع، اتمرن كويس، اتمرن جامد، المهم انك انت متأذيش نفسك وتعمل الحركة صح. اتمرن بوزن تقدر تعمل بيه الحركة صح، بس ما يبقاش انت برضو بتتدلع وتكون انت في نهاية اليوم يعني وصلت للفشل العضلي. التمرينة دي انا عملت فيها برضو 20 عدة مش 25، يعني 5 ومسكت التنشن 10 ثواني، 5 ومسكت التنشن 10 ثواني، 5 ومسكت التنشن 10 ثواني، وهكذا لحد ما خلصت 20 عدة. وعملنا الموضوع ده 3 مجاميع زي ما انا ذكرت. وفي الاخر خالص خلصنا التمرينة بان احنا عملنا شوية استرتشات وشوية بوزنج في غرفة التبديل. Push up, sit up. All my gang go hard in the gym. Chest press, chest press. All my gang go hard in the gym. Cardio, treadmill. All my gang go hard in the gym. Squats, squats. All my gang go hard in the gym. Push up, sit up. All my gang go hard in the gym. Chest press, chest press. All my gang go hard in the gym. Cardio, treadmill. All my gang go hard in the gym. Squats, squats. All my gang go hard in the gym. Oh my gang go gym, 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 gym. Oh my gang go gym, 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 gym. Oh my gang go gym, 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 gym. Oh my gang go gym. بس ده كان فيديو النهاردة. معرفش لو هصور حاجة تانية ولا لأ، بس ده كان غرض فيديو النهاردة ان انتوا تشوفوا التمرينة يعني. وبس يا معلم، انا هشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.